استنى راح فين؟ تعالى. النهارده كان في ايجابيات في مباراه مصر وزيمبابوي. كان في ايجابيات. طب كان في سلبيات؟ كانت سلبيات وسلبيات كتيره جدا هنتكلم عنها عشان للصالح العام. احنا عايزين منتخب مصر يبقى في الماتش بتاع جنوب افريقيا وماتش انجولا احسن وافضل مليون مره من الاداء اللي احنا قدمناه ده. النهارده منتخب مصر الحمد لله وبنبارك له الاول على 3 بونت مهمين جدا كبدايه. ان انت دايما لما بتبقى بادئ بطوله مجمعه ممكن من الطبيعي جدا ان احنا ما بنبداش دايما، حتى في كل البطولات اللي احنا خدناها قبل كده بنبدا احسن حاجه. بيبقى عندنا ايجابيات وبيبقى عندنا سلبيات، نعالج السلبيات ونتكلم في الايجابيات اللي لينا. بس هنتكلم الاول في السلبيات. اللي احنا النهارده كان قدام منتخب زيمبابوي اللي هتقابل منتخب جنوب افريقيا ومنتخب انجولا الاقوى منه. تعال الاول نستعرض مع بعض التشكيل اللي لعب المباراه ونتكلم مع بعضينا كان مين اللي كان يستحق يبقى متواجد ومين كان يستحق ما يبقاش موجود على الاقل في المباراه الاولى قدام زيمبابوي. التشكيله النهارده كانت محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، قلبي الدفاع حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، باك شمال محمد حمدي، في نص الملعب كان امام عاشور وتحت منه حمدي فتحي ومروان عطيه. الاثنين كانوا ستتين في المباراه. وكان قدام كان تريزيجيه ومرموش فرود وصلاح هاف يمين، صح كده؟ طب النهارده دي اضعف مباراه لو هنتكلم مع بعض، دي اضعف مباراه من الثلاث مباريات اللي قدامنا، صح كده؟ فمن الطبيعي جدا ان احنا ما نبداش على الاقل قدام زيمبابوي ب 2-6 في نص الملعب. يعني 2-6 دي بتقلل يا جماعه من القوه الهجوميه اللي كانت عندنا. يعني كان امام عاشور الى حد ما وكانت تغييرته بالنسبه لي غريبه جدا وعليها لغط، ما كانش وحش للدرجه دي ان هو الكابتن حسام يسحبه من الدقيقه 33. ما اعرفش، وجهه نظر فنيه تحترم، ويمكن الراجل شاف حاجه احنا ما شفناهاش. بس انا هتكلم ان ما كانش هو الاسوأ على الاطلاق ان يتسحب من الدقيقه 33. خلينا برضو احنا داعمين لمنتخب مصر وداعمين للكابتن حسام حسن للاخر. بس انا بتكلم ان دي اضعف مباراه لازما كان يبقى عندي في نص الملعب على الاقل لعيبه كوره بتعرف تستلم وتسلم واسرع شويه من حمدي فتحي ومروان عطيه اللي الناس كان عندها بطء شديد جدا في نص الملعب. كان ممكن يبقى عندي واحد من الاثنين، مهند لاشين او محمد شحاته او احمد السيد زيزو، واحد من الثلاثه دول كان يبقى جنب امام عاشور وتحت منهم كفايه واحد يا حمدي فتحي يا مروان عطيه، يبقى رقم 6 واحد ويبقى عندنا 8 هجوميتين. كنا نسبب الضغط العالي على منتخب زيمبابوي وكنا قادرين نسجل لو كان عندنا كثافه هجوميه كبيره جدا. انا شايف ان المباراه النهارده كانت أسوأ ما فيها ان الكابتن حسام حسن لعب ب 2-6 قدام منتخب زيمبابوي. امال قدام جنوب افريقيا وقدام انجولا هتعمل ايه؟ يعني انت من الطبيعي لو انت عملت كده قدام منتخب جنوب افريقيا